النظافة الشخصية للرجالة مش رفاهية، دي حاجة مهمة. ليه؟ لازم تهتم بنظافتك. النظافة مش بس شكل، دي احترام لنفسك وجسمك وشريكك. سوء النظافة ممكن يسبب مشاكل زي روائح مزعجة، التهابات جلدية، حبوب وحكة، قلة الثقة في النفس، ونفور في العلاقات الحميمة. الاستحمام مش بس لما بتحس إنك محتاج، على الأقل مرة يوميا. بعد التمرين أو التعرق لازم تستحمى. استخدم صابون خفيف مناسب لبشرتك، وما تنساش الأماكن المخفية زي تحت الإبط وبين الفخدين وخلف الركبة. نيجي بقى للعناية بالمناطق الحساسة. منطقة حساسة وتستحق عناية خاصة. اغسل بالمياه الفاترة يومية. استخدم صابون غير معطر ناعم أو غسول طبي لو في توصية. نشف المكان كويس بعد الغسيل. ما تستخدمش بودرة أو منتجات معطرة. العناية اليومية يعني راحة ووقاية من الفطريات والبكتيريا. اللبس الداخلي مش تفصيلة صغيرة، لأ، دي حاجة مهمة. استخدم ملابس داخلية قطن 100% وما تكونش ضيقوه، وتتغير مرة يوميا على الأقل أو أكتر لو عرقت زيادة. بعد التمرين لبس جاف ونضيف فورة. بلاش تنام بملابس داخلية ضيقة. العناية بالشعر والجسم، احلق أو نظف شعر الجسم حسب راحتك. استخدم أدوات نظيفة وشخصية فقط. استبدل الشفرات أو رؤوس الماكينات بانتظام. ولو بتحلق في صالون اتأكد من نظافة الأدوات. الضوافر حتى لو مش باينة، قص أظافرك بانتظام. متخليش وساخة أو جلد ميت يتراكم. نظف تحت الأظافر بالمياه والصابون. اهتم بريحتك دايما. استخدم مزيل عرق طبي مش بس معطر. لو بتعرق كتير اختار المنتجات المناسبة لك. اغسل منطقة تحت الإبط كويس قبل ما تحط أي منتج. نظافة فمك مهمة جدا. اغسل سنانك مرتين يوميا على الأقل. استخدم خيط الأسنان أو المضمضة. راجع طبيب الأسنان كل 6 شهور. النفس الكويس يعني ثقة وجاذبية وراحة للناس حواليك. وقبل العلاقة خد بالك من حاجتين. استحمى ونظف جسمك كويس. اختار لبس نظيف ومريح. العناية بالنظافة مش بس للطرف التاني، دي لنفسك أولا. عادات غلط لازم توقفها. لبس نفس الهدوم الداخلية أكتر من مرة. استخدام أدوات حلاقة مشتركة مع حد. تجاهل الروائح أو الحكة أو الحبوب. الاعتماد على العطور لتغطية سوء النظافة. طب إمتى تروح لدكتور؟ لو في حكة أو احمرار مستمر، إفرازات غير معتادة، روائح مزعجة مش بتروح، ألم أو عدم راحة في المناطق الحساسة. ما تتأخرش، الحل دايما أسهل في الأول. الخلاصة، النظافة مش رفاهية، دي أساس الرجولة والجاذبية والصحة النفسية والجسدية. كل ما اهتميت بنفسك كل ما حسيت بالراحة والثقة أكتر. اهتم بجسمك لأنه بيتك الوحيد اللي هتعيش فيه طول عمرك.